السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معاكم في وصفة جديدة. هنعمل بانيه. مكونات الوصفة: صدور دجاج متشرحة زي ما حضراتكم شايفين كده، تقطع بانيه. معانا زبادي، بصل مبشور، معانا بيض، نص ليمونة، مستردة، ومعانا التوابل: توابل مشكلة، زعتر، كمون، زنجبيل، قرفة، كركم، وملح. يلا بينا نبدأ. نجيب الخلاط ونعمل المكونات دي كلها. هنجيب الخلاط زي ما حضراتكم شايفين. هننزل بالزبادي، هننزل بالبصل المبشور زي ما حضراتكم شايفين. عصير نص الليمونة. هننزل بالمستردة. هننزل بالتوابل، وهننزل البيض زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ممكن نكسر البيض في بولة منفردة بحيث ان لو في حاجة فاسدة يبقى افضل. هنضرب كل ده في الخلاط ونرجع لكم. طبعا ادي البانيه، وهنبدأ ننزل عليه بالتتبيلة اللي ضربناها كلها في الخلاط. زي ما حضراتكم شايفين هنقلب البانيه كويس جدا، ونتأكد ان البانيه كله مي متبل، عشان مفيش حاجة ما تبقاش متبلة. نتأكد كويس جدا ان كل قطعة بانيه وصل لها تتبيلة كويس. زي ما حضراتكم شايفين هنقلب كويس جدا كده. قلبنا كويس البانيه كله، وهنحطه في التلاجة من 4 ل8 ساعات أقل حاجة. ويفضل إن هو لو قعد في التتبيلة لتاني يوم أفضل حاجة. وبعد كده طبعا هنستغنى طبعا عن موضوع اللبن والبيض. وبعد كده هنجيب البقسماط والدقيق ونقلبهم على بعض ميكس، ونحط عليهم برضو بهارات مشكلة وسنة ملح ونتبلهم، وناخد البانيه من التتبيلة دي ونقلب في البقسماط اللي متقلب بالدقيق مباشرة، وننزل بالزيت. طبعا هنحط البانيه زي ما حضراتكم شايفين في التلاجة